ب اللي اتأيد 3 سنين وخد فيهم 10 12 مليون جنيه وما لعبش شوطين. على الاقل ابني ما كلفش النادي الاهلي حاجه. ما قالوش تعالى خد لك 3 4 5 مليون جنيه في السنه وانت قاعد على الدكه. مش كده؟ ما بيشتغلش في مكان ليس له علاقه بيه، لا من بعيد ولا من قريب، لان في الاخر ده متجوز بنتنا، قبلنا عملنا، لكن ايه علاقته بالمجال؟ يعني واحد بس يقول ايه علاقته بالمجال عشان ياخد 5 مليون جنيه في السنه بتمشي مصطفى عبده. حاجات كتير قوي ممكن نرد عليها للخرفان بتوعك، للخرفان بتوعك. طيب اخبار الاثنين، اخبار الاثنين رانج روفر ايه اللي بتوع الامارات؟ وصلوا ولا لسه ما وصلوش؟ بس انا عارف ان في واحده اتباعت. ها؟ الله يرحمه، الله يرحمه، لما خد سيف في السعوديه كابتن شوبير صديقي العزيز قدم بلاغ وقال لك كابتن صالح خد سيف ذهب وخد وداه البيت. كابتن صالح كان وداه النادي الاهلي. جه كابتن صالح شاف الورقه على الباب راح مقطعها، قال لهم هو غلط في صالح سليم مش في النادي. شفت الرجوله، شفت النظافه. أسوأ بني ادم يبقى فيه هذه الصفه، أسوأ بني ادم يبقى ربنا خلقه اللي فيه هذه الصفه، اللي مش قادر انطقها، اللي مش قادر انطقها. لكن الناس اللي قريبه عارفه انا بقصد ايه. يمكن ناس كتير كلموني في الموضوع ده لكن مش قادر انطقها، لكن هيجي في يوم من الايام هنطقها. زي ما قال احد الاعلاميين ده خلبوص، ده كذا وكذا وكذا. كلنا غلطنا، ما احناش انبياء. ما ينفعش الا لما تبقى واطي، لما تبقى وسخ، لما تبقى نجس تعمل ده. وبرضه زي ما بقول الناس القريبه عارفه انا بتكلم على ايه وعلى مين وفين وازاي وامتى.